مشكله بتقول ريحه العرق عندي سيئه جدا ونفاذه، انا ما كنتش كده قبل كده، قولي لي اعمل ايه؟ هقولك على خطوه سهله جدا وبسيطه. خلينا الاول متفقين ان العرق نفسه ملوش ريحه، واللي بيسبب الريحه دي هي البكتيريا اللي بتعيش في المناطق الحساسه، بيحصل لها اوفر جروث فبتسبب لنا الريحه السيئه دي. اول حاجه احنا محتاجين نستخدم حاجه مضاده للبكتيريا، فهنستخدم الغسول ده اسمه ستيال، وهو اصلا غسول مخصص للمناطق الحساسه. هنستخدمه 5 ايام ورا بعض، وبعد كده هنخليه في الروتين بتاعنا مرتين في الاسبوع كوقايه، علشان خاطر ما يحصل لناش الموضوع ده مره تانية. الستيال فيه ماده الكلوروكسيداين اللي بتقضي على البكتيريا، وهتساعد معانا في حل المشكله دي كويس جدا. طريقه استخدامه بيتحط على البشره لمده دقيقتين، وبعد كده بنغسل البشره كويس جدا، وبنحط الديودرنت بتاعنا عادي جدا. محتاجين نلبس قطن، محتاجين التركايه اللي جايه دي بقى هتدعولي عليها حرفيا، لان انت اكيد مش هتمشي بالديودرنت على جسمك كله، انت يا دوبك بتحطيها في منطقه الاندر ارم بس. الباودر دي من ايفا اختراع حرفيا، لانها بتمتص الرطوبه وكمان بتقضي على البكتيريا المسببه للروائح السيئه والروائح الكريهه. انتي بكتيريا التحفه، كمان فيها الزنك اوكسايد، من احلى الحاجات اللي ممكن تجربوها، وبروتكشن حلوه قوي للجسم، ريحتها الوفيرا ومتوفره في كل الصيدليات. فالتركتين دول لو جربتوهم هيقضوا معاكم على اي روايح مزعجه ممكن تكون بتضايقكم، وهيقضوا معاكم على المشكله دي تماما. من